أذكر أحد القادة جاء وجو الضباط اللي جنبه قالوا فلان ابن فلان رجال وجودي وابن حلال وابن رجال، ولكنه في العمل ما هو بنعم. قال الرجال اللي وصفتوه بذا الوصف الطيب ما يصلح عليه انه ما يكون نعم في العمل. راعي الوصف الطيب ذا الاولى انه يكون طيبا في العمل. جيبوه لي. جاه الرجال، ولو ذا الرجال اللي من اطيب ما تشوف من الرجال، رجال مرتب وكلامه لبق، يعني سمات الصالحين في وجهه. قال يا فلان ذكرت بخير وعلوم غانمه، ولكن يقولون انك في العمل ما انت بطيب. قال والله شوف انا من اول ما جيت وانا والله العظيم اني ما ابغى الا لقمه حلال، واني لا اخون الله ولا اخون الامانه اللي انا ماسكنها الان ولا اخون نفسي، يعني بستلم راتب وبعوش عوال. قال طيب ليه انت في العمل؟ قال شوف انا اجي، انا ما اغيب، لكني اجي في مكاني وانسحب، ما انسحب بعيد، اكون قريب بس علشان اذا جاء المعقب ما يلقاني موجود يكتب فيني محضر. صرت اتلذذ انه يكتب فيني محضر. قال طيب ليه؟ قال لاني جيت يوم كنت في خفارتي وكنت منتظم وكنت منضبط، جاني معقب وكتب فيني اني نايم وانا صاحي وظلمني وبهتني، علشان هذاك يبغى يكتب يعني اني انا عقبت وذا، ويمكن حتى ما عقب. فمن بعدها جازيتوني، حسمتوا علي، حطيته وخربتوا ملفي، ايش عاد تبغى اسوي؟ والله من بعدها ما زاد جاني طيب اني اكمل عمل زين. قال بس ما ضامك الا التعهد هذا اللي في الملف. قال ايوه التعهد هذا اللي في الملف، خرب ملفي وخرب. قال ابشر. دق على الموارد، قال جيبوا لي ملف فلان. يوم جابوا ملف فلان قال خذ الملف، الطيب اللي في الملف خله، واللي ما هم معجبك في الملف اسحبه. طبعا القائد جبل الملف هذا اللي عندهم بس موجود عندهم، لكن الملف الصدقي ذا في المديريه. قام ذاك وفتح الملف، سحب التعهد، ما عنده الا ذا التعهد، يسحب المحاضر اللي عليه وقفل. قال خلاص ملفك الان نظيف. قال نظيف. قال خلاص لانك كفو، اعرف انك كفو. يقولون كان من افضل العسكر الى ان تقاعد ما اخطا ولا زل بخطا واحد. فلذلك هذه الشفاعات الحسنه.